لما بتفكر تشتري يونت لعيلتك، السؤال الأول اللي بيجي في بالك إيه؟ اللوكيشن، البرايس، الفينيشنج. الحقيقة هنا إن ناس كتير جدا بتفكر بالإيموشنز بتاعتهم، مش بيفكروا باللوجيك، وده بيخليهم يندموا بعدين. الفيديو ده هيعمل لك فريمورك واضحة وهيعلمك 4 حاجات أساسية وإنت بتشتري بيتك، وكمان تقدر تاخد بيهم أي ديسيجن صح في الريل ستيت ماركت، وكمان على حسب البادجت بتاعتك. ركز معايا، الفيديو ده تحديدا للفاميليز اللي بتفكر تشتري يونتس، سواء كان اول بيت ليهم او ابجريد. هنتكلم في الفيديو ده على 4 حاجات لازم تحطهم في اولويات. اول حاجه اللوكيشن والنيبرهود، تاني حاجه الامانيتيز واللايف ستايل، تالت حاجه البادجت، ورابع حاجه الديفلوبر ريبيوتيشن في الماركت. خلونا نبدا فيهم واحده واحده. اللوكيشن مش بس ان الكومباوند يكون كله ايكو سيستم. الناس للاسف دلوقتي بتفكر في الكومباوند على اساس هو ايست ولا ويست اوف كايرو، ودي مجرد حاجات سطحيه ومش كفايه خالص. هو السؤال المهم فعلا، اليونت دي هتسيرف اللايف ستايل بتاعت عيلتك ازاي؟ وعشان تعرف الاجابه في 3 اسئله لازم تسالهم لنا. المدارس والجامعات مثلا هتاخد وقت قد ايه من البيت؟ الهوسبيتالز والسيرفيسز اليوميه، هل في بروكسيميتي ان هي قريبه منك ولا لا؟ وكمان الاكسسبيليتي بتاعه البروجكت، هل المين رودز اصلا قريبه ليك؟ والبوينت المهمه جدا، الماستر بلان بتاعه النيبرهود اللي انت بتختاره دلوقتي النهارده هي عامله ازاي، وفي خلال 5 سنين هتبقى عامله ازاي. انت لو بتدور على كومباوند يكون بيوفر لك اللايف ستايل اللي هتسيرف عيلتك وانت كمان، فانت محتاج فعلا تبص على الاريا دي بنظره انفستر، انت مش مجرد بتشتري 4 حيطان وخلاص، انت بتشتري لايف ستايل في الكومباوند اللي انت بتشتريه. فانت محتاج تبص على الاريا بنظره انفستر، على اللايف ستايل نفسها، مش مجرد 4 حيطان بتشتري فيهم وخلاص. هنبدا بقى نتكلم في الامانيتيز، ودي بتعتبر الحاجات الاضافيه اللي بتضمن لعيلتك حياه احسن. الديفلوبر دايما هيكلمك عن البول والكلوب هاوس واللاندسكيب اللي موجودين في اي بروجكت، بس السؤال دايما بعيد عن الحته. السؤال المهم هنا، هل الامانيتيز دي فعلا هتغير اللايف ستايل بتاعت عيلتك ولا لا؟ لو عندك اطفال فالكيدز اريا اكيد مهمه، بس برضو لازم تسال عن اقرب مدارس واقرب نوادي. ولو انتوا كابل وعندكوا اكتيف كاريرز، فالاكسسبيليتي للجيم وفي نفس الوقت كمان الشغل، كل ده مهم جدا. وهنقسم الامانيتيز ل2 كاتيجوريز مختلفه. اول حاجه الماست هافز، اللي هي لو هي مش موجوده انت ما تقدرش تعيش في الكومباوند. وتاني حاجه هي النايس تو هاف، ودي حاجات هتعمل ابجريد لللايف ستايل بتاعك، بس في نفس الوقت مش هتاثر على الباكج بتاعتك. انت بتدفع فلوس عشان تاخد في المقابل حاجات بريميوم تغير المستوى بتاعك انت وعيلتك، فتأكد كويس ان الحاجات دي فعلا هتتنفذ، مش مجرد كلام في البروشور. ندخل دلوقتي في البوينت بتاعه البودجت، وده مش بس البرايسنج بتاع اليونت، ده التوتال كوست اوف الاونرشيب بتاعه اليونت دي. اكتر كومن ميستيك الناس كلها بتعملها ان هي بتاخد سعر اليونت بالبرايسنج الاولي، مش التوتال كوست اوف اونرشيب بتاع البروبرتي دي. الحسبه الصح هي سعر اليونت بلس الفينيشنج بلس الفرنيشنج بلس السيرفيس فيز والمينتننس، وكمان الامانيتيز اللي بتيجي مع اليونت. وانتوا دايما عندكم اوبشنز كتير قوي، بس لازم تحسبوها صح. يعني مثلا الداون بيمنت هو كام، وهل انت اصلا عندك السيولة دي دلوقتي ولا محتاج تتأمن؟ تاني حاجة هي الانستولمنتس، هل هي فعلا بتناسبك وبتناسب دخلك الشهري ولا لا؟ نيجي بقى دلوقتي لأهم حاجة، هي الديفلوبر ريبيوتيشن، وده مش بس اسم براند. الريل ستيت في مصر في ديفلوبرز كتيرة بيقدموا لايف ستايلز مختلفة، وفي نفس الوقت امانيتيز كتير وسيرفيسز كتير قوي شبه بعض. فأهم حاجة ان انت تحدد المختلف والأحسن ليك. وهنا في 3 أسئلة لازم تدور فيهم وتسأل فيهم قبل ما تمشي في أي عقد. الدليفري ريكورد، وده هل فعلا الديفلوبر ده سلم المشاريع بتاعته في ميعادها ولا كان عنده مشكلة، تأخير، أي حاجة حصلت. الهيستوري بتاعة البروجكت، إنك تروح تشوف البروجكت فعلا اللي مسلمه قبل كده هل هو معايش ومتناسب مع اللي انت محتاجه في البروجكت ده ولا لا. واكتر حاجة مهمة بجد هي الافتر سيلز سيرفيس، لو هي موجودة وموثوق فيها فعلا، وانت تقدر في اي وقت عندك مشكلة تكلمهم يحلوا لك المشكلة على طول، ده مش موجود في ديفلوبرز كتير مع الاسف. وعلى فكرة مش لازم الديفلوبر المعروف اللي اوريدي مسلم حاجات كتير قبل كده هو اكتر حاجة تكون مناسبة ليك. ممكن اللوكيشن بتاعه مش مناسب معاك السنة دي،
ممكن الحاجة اللي نازل بيها السنة دي مش مناسبة مع النيدز بتاعتك. ريكاب سريع للي اتكلمنا فيه: اللوكيشن مش بس عنوان الكومباوند، الامانيتيز والفاسيلتيز بتاعة الكومباوند هي اكتر حاجة بتساعد ان انت تقوي اللايف ستايل بتاعتك وبتاعت عيلتك. البادجت كمان هي التوتال كوست، مش مجرد سعر اليونت. الديفلوبر ريبيوتيشن في الماركت مش اسم بس البراند. العقار الصح مش احسن يونت في الماركت، العقار الصح هو احسن يونت ليك في الماركت بتناسب اللايف ستايل بتاعتك وبتاعت عيلتك. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتس حابين نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي، واعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل الفيديوز الجديدة.